دونك السلام عليكم يسرا، اولا مرحبا بك معنا في لاله مولاتي. عرفينا اكثر على نفسك. انا يسرا، عمري 20 عام وكنقرا وميم طون كنخدم في الموديلينغ، وكنقرا بيزنس ادمنستريشن اداره الاعمال في ابو ظبي. وفوالا. شنو بغيتي تعرفي اكثر؟ دونك يسرا، انت تشهرتي اكثر من بعد المشاركه ديالك في البرنامج الواقع الاسد الحقيقي، فبغيناك يعني تقربينا من هذه التجربه هذه. واش كان الهدف ديالكم من المشاركه البحث عن الحب او الشهره فقط؟ كل شيء عارف كاع اللي شاركوا في البرنامج ما كانوش غاديين للهدف ديال الحب بيان سور. دونك انا الهدف ديالي كان هو الشهره، وكانت جوست ستيب من الستيبس اللي انا ما غنديرهم في حياتي، ومشيت على قبل الشهره وصافي. مي من بعد خرجت بحاجه اخرى وخرجت ميم طون بالشهره، يعني الحمد لله. فيسرا قربينا اكثر من الكواليس، كيفاش كان التعامل ديالك مع المشاركين؟ صراحه يعني اللي كتشوفوا اللي كنتو كتشوفوا في البروغرام كان شويه مبدل على الكواليس، باسكو راه بزاف د الحوايج كيطراو مورا الكواليس ما كتشوفوهمش. كنا يعني تقريبا كنا قراب من بعضياتنا، ما كاينش الحساسيه من بيناتنا صراحه، وكان جو زوين، كانوا بزاف ديال الحوايج زوينين صراحه دازوا في الكواليس. فيسرا، كيفاش جاتك فكره المشاركه في البرنامج؟ الفكره ديال المشاركه في البرنامج جاتني غير هكاك، باسكو كنت شفت المواسم اللي قبل ديال قسم ونصيب، وجاني فضول انني نعرف شنو كيوقع من وراء الكواليس، شنو كيفاش كيعيشوا المشتركين تما. وقلت علاش لا، ميم طون قلت لك كان الهدف ديالي الشهره، قلت يعني عصفورين بحجر. دونك مشيت. في الاول بيان سور والديا ما كانوش عارفين، حتى شاركت حتى تقبلت، عاد قلتها لماما، وكنت كنتشاور مع صاحبتي هي اللي يعني زعمنا بعضياتنا وهذا وصافي، وشاركت هكا الفكره جات. فقربينا اكثر، كيفاش كيتم المشاركه في هذا البرنامج؟ واش انت كتدفعي ليهم او هما كيتواصلوا معك؟ الحاجه اللي كنعرف انه انت كتشاركي عندهم سيت ديالهم، كتدخلي كتحطي الانفورميشنز اللي كيحطوهم ليك، وصافي العمر، السن، الخدمه وصافي كتشوفي كتسناي كيهضروا معاك باغ واتساب، والا جاوبوك كيقولوا لك كيديروا معاك انترفيو، وملي كديري انترفيو من بعد كيجاوبوك واش تقبلتي ولا ما تقبلتيش. دونك هادو المراحل اللي دزت منهم انا. فواش يسرى، واش المشاركين السابقين المغاربه في برنامج قسمه ونصيب سابقا، واش حتى هما شجعوك انك تشاركي اكثر في هذا البرنامج؟ ما كانش عندي كونتاكت مع شي حد صراحه من المشتركين، من غير امنيه السيزون الثانيه. كنت واحد المره كنت طلعت معاها لايف، باسكو هي بنت مدينتي، وطلعت معاها وقلت لها شنو بالك وهذا. هي بيان سور قالت لي في الاول انه غادي ما غيعجبكش، ومن بعد اقتنعت انا راسي، دونك كندير داكشي اللي في راسي وصافي. فوالا. فملي تفرجتي وشفتي وواكبتي، شنو اكثر شخصيه زعما عجباتك بين هاد الشخصيات اللي دازوا في البرنامج؟ كاينين بزاف صراحه، كاينين عندي اللي كتعجبني شخصيتهم، وكاينين اللي عندهم شخصيه قريبه ليا. مثلا نبدا لك بوجدان، ديجا انا كنصرح حتى قبل. كتعجبني الشخصيه ديال وجدان، كنحسبها قريبه ليا، حتى هي بيرسون هاديه وذكيه او ميم طون. دونك انا كنشوف فيها راسي، كنشوف باللي ديك البيرسوناج بحالي تقريبا. كتعجبني مثلا نيفين. نيفين شخصيتها قويه بزاف. دونك كاينين بزاف. وجدان. شكون اخر؟ جيهان، فرح، كاينين بزاف. فذكرتي واحد النقطة يسرى، أنه كنتي يعني واش كانوا عندك توقعات مثلا على فكرة البرنامج وكيفاش غيكون، فاش مشيتي مثلا تصدمتي أو لقيتي شي حاجة مخالفة للتوقعات ديالك؟ شوفي، أنا في الأول شاركت على أساس قسمة ونصيب في الأول، باش يلا حطيت لي زانفورماسيون ديالي. مي في الانترفيو قالوا لي كو غادي يكون قسمة ونصيب بشكل ثاني. اوكي، قالوا لي غادي يكون بطريقة أخرى، غادي يكون تصوير غير، وما شرح بيان سور ما قالوش لي الكونسيبت بالضبط، مي مهم وضحوا لي كو ماشي بحال قسمه ونصيب، مي مختلف شويه. حتى كان مشيت تما وبيان سور كنت تفاجات انه بالكونسيبت ديال البرنامج. وي. يعني انت شاركتي على أساس النسخة الأولى ماشي النسخة الثانية، حتى مشيتي عاد اكتشفتي أنه مختلف؟ فوالا. وي. في الاول انا غادا على اساس قسمه ونصيب، نفس الحاجه نفس الكونسيبت. ما نقولش لك تفاجات، مي صافي تقبلت الواقع، قلت انه غادي صافي غادي نكمل وصافي.
واش ما كانش عندك يسرى تخوف من المشاركه، خاصه ان هاد البرامج خاصهم الجرأه انك تشاركي فيهم، يعني نوعا ما نقدروا نقولوا كما كيقولوا بزاف ديال الفئات انه ما كيمثلش مثلا المجتمع المغربي ولا العربي اون جينيرال. كنتي متخوفه من هاد النقطه؟ هو الصراحه شوفي، هو بدا قبل ما نمشي انا، دونك شفت بزاف ديال الناس دازوا من هاد الاكسبيريونس، شحال من المشتركين. مي انا شوف، انا ما درتش شي حاجه اللي غادي يعني اللي غتضر المجتمع العربي. بالعكس، كنت كنشوف راسي كنت محترمه، ما درت شي حاجه اللي زايده على الحد. دونك لا صراحه ما كانش عندي تخوف، ما باسكو مشيت ودرت اللي درت وصافي. فالعائله ديالك شنو رايها، شنو كان رايها في هاد المشاركه؟ وقلتي لي بلي حتى تسجلتي عاد ساقوا الخبر، فمن بعد كيفاش كانت رده الفعل ديالو؟ بالنسبه لماما، في الاول ما تقبلتش الوضع، يعني قالت لي علاش وهذا. من بعد ملي قلت لها انا شنو هو الهدف ديالي، علاش غادر هذا البروغرام، تقبلات وقالت لي الله يسهل عليك، شوفي انت اللي غادي يناسبك. والعائله الاخرى ما خبرت حتى شي واحد حتى شافوا البروغرام. دونك انا عندي اهم حاجه يعني والديا هما اللي يعرفوا، دونك الناس الثانيين ما عنديش لهم اهميه يعرفوا ولا لا. كنشوف ايضا معك الخاله ديالك حتى هي من المساندين كنظن. يس. اي دونك فوالا، مشجعوني، ماشي ما شجعونيش، بالعكس شجعوني باسكو عرفوا كو انا باغا ندير هاد الحاجه، باغا نوصل للهدف ديالي. وي. فيسرى، منذ دخولك يعني البرنامج لفتي الانظار تبارك الله عليك، فبالنسبه لك شنو سر هذا التفاعل الكبير ديال الناس معك؟ والله ما عرفت صراحه، ما يعني انا تفاجأت. يعني شوفي، حنا ملي كنمشيو ما كنكونوش متوقعين هذا غادي يكون عنده واحد الحب من الجماهير، هذا يكرهه، هذا نو. ملي كيبدا البروغرام والناس كيشوفوا، ديك الساعات كيقدروا يحكموا. احنا ما نقدروش نحكموا على بعضياتنا باسكو كل واحد والشخصيه ديالو. دونك بالعكس عجبني الحال بزاف، انه كنشوف بزاف ديال الناس كيبغيوني متبعيني، واخا انا بعض المرات كنغبر عليهم، واخا هكا كيساندوا شحال من حاجه. دونك من احسن الحوايج اللي طراو ليا من البروغرام صراحه. واش كتشوفي ان الجمال ديالك تبارك الله ما شاء الله زعما هو سبب من الاسباب ان الناس يعني يتبعوك؟ شوفي الجمال عنده دور والشخصيه عندها دور. انا بالنسبه لي شخصيتي والجمال ديالي، فهمتي، في نفس الوقت. فكتقولي انهم بجوج، يعني شخصيتك كانت هادئه بعيده على المشاكل، بحال هاد الشخصيات كيجذبوا الناس اكثر. وي فوالا، يعني الشخص لاحظتها بزاف. وي الشخصيه الهاديه كتلفت الانتباه اكثر من الشخصيه اللي فيها الهضره بزاف. ومهم دونك كاين اللي عندهم دور، بجوج كيلعبوا دور. واش كتشوفي انك مثلتي يعني صوره المغرب يعني بطريقه مزيانه؟ شوفي، انا في هذه القضيه هذه ما نقدرش نقول لك انا مشيت باش نمثل بلادي، ما غنمشيش نمثل بلادي في برنامج. دونك ما انا كنمثل راسي، كنمثل يسرى، كنمثل شخصيتي. اما بلادي لا، ما نقدرش نقول لك ما كنمثل بلادي. ايضا يسرى كيشبهوك بواحد يعني الفنانه عالميه اللي هي اريانا غراندي، واش بصح كتقولي بلي كاين الشبه بيناتهم؟ وي، ملي كنت شويه صغيره كانوا كيقولوا لي بزاف، بالاخص ملي كندير داك الهير ستايل ديالها كيقولوا لي كتشبهي ليها. دونك وي، كنشوف كاين شويه الشبه في العيون، في العينين كاين الشبه. وي. ايضا يسرى، نهضروا ايضا على الارتباط ديالك، يعني خرجتي بحب اكيد من البرنامج، ارتبطتي بمتسابق تونسي اللي هو لؤي، فكيفاش اختاريتيه وعلاش اختاريتيه اولا؟ انا اول ما دخلت، انا ما دخلتش من اول البروغرام، دخلت كانوا 4 ديال الدراري. دونك هو الوحيد اللي لفت الانتباه ديالي، كان هو يعني تقد السن ديالي. دونك عجبني، لفتني كشكل. من بعد ملي تعرفت عليه صات عجبني اكثر، يعني بيرسون هادي بحالي، كنبغي الانسان الهادي واللي كيعرف يهضر. دونك لفت الانتباه ديالي، هو اول واحد. يعني واش كتاكدي ان علاقتكم زعما حقيقيه وماشي مزيفه؟ حيت بزاف ديال العلاقات من بعد البرنامج كانت مزيفه نوعا ما، وكانت غير في البرنامج، بعد البرنامج بزاف ديال العلاقات سالاو. شوفي، هما بزاف، يعني انا نقدر ناكد لك كانوا بزاف ديال لي كوب اللي كانوا فيك معنا في البروغرام. مي بالنسبه للكوبل ديالي انا ولؤي، نو ما كانش فيك. كنعرفوا عائله بعضياتنا، بالعكس يعني كاينين بزاف د الحوايج اللي كانوا زعما سيريوس في الريلاسيون. دونك حنا ما كناش متوقعين اصلا نقدروا نكملوا مع بعضياتنا من بعد البروغرام. طوروا بزاف د الحوايج من بعد البروغرام، داكشي علاش كنا متشبتين بعضياتنا اكثر وبقينا مع بعضياتنا.
واش كتشوفي ان هاد العلاقات اللي كيتبناو في هاد البرامج واش ممكن انهم يكملوا ونشوفهم زعما علاقات جديه وزواج؟ وي بيان سور بوركوا با، حيتاش يعني كتكوني دوزتي مع داك البيرسون واحد البيريود وكتعرفي الانسان كيفاش داير، دونك ممكن توصل للزواج، ممكن يعني الواحد شوفي كل واحد وكيفاش طريقه التفكير ديالو، دونك وي بوركوا با ممكن. وبالنسبه ليسرا ولؤي ممكن نشوفوا زواج قريبا؟ آه، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا المكتاب كما كتقولي. شي حاجه متابعه وي هادشي اللي كاين. فبالنسبه للعائله ديالك واش تعرفوا عليه، يعني واش شافوه، شنو رايهم فيه؟ أه وي هضر مع ماما مع بابا، دونك تعرفوا عليه، ما قدرش يشوفهم حيت ماما في ابو ظبي، دونك تعرف عليهم، بالعكس جاهم يعني انسان ظريف معقول ولد الناس، و فوالا يعني عجبهم لؤي. وي شفناك ايضا مشيتي عنده لتونس، وغتكوني واكبتي ان هذه الخطوه يعني دارت واحد الضجه اللي هي كبيره. فشنو ردك على هاد الناس اللي انتقدوا هذه الخطوه هذه؟ شوفي انا كيسرى، لو كان ما كانش الاب ديال لؤي هضر معايا وقال لي نديرو سوربريز لؤي، ما كانش عندي الفكره انني نمشي، كان هو اللي غادي يجي. دونك ملي هضر معايا باباه قال لي شنو بالك نديرو سوربريز لؤي وهذا، قلت اوكي ماشي مشكل، انا محدي دابا في المغرب قريبه لتونس، دونك بوكوا با. وصافي جات بحال هكاك. يعني كنا كنخرجوا هكا فامي مع بعضياتها، كنتعرف على عائلته كثار، دونك بالعكس و ان ميم طون تعرفت على بلاد زوينه اللي هي تونس، صراحه من احسن البلدان اللي شفتهم. فوالا يعني كانت زياره، ان ميم طون تعرفت على اهل لؤي، على والدين لؤي. وي فكتقولي انا ولادي لهاد الضجه كامله وكان غير سوء فهم مثلا؟ شوفي الناس شوفي واخا شنو ما ديري الناس كيهضروا، دونك بالنسبه لي هذا الموضوع ما كانش مستحق ديك الضجه كلها، مي المهم الناس راه كيهضروا، دونك اللي درتي راه كاين اللي غيعجبو كاين اللي ما يعجبوش. وايضا كانوا مشاركين اللي هضروا على هذه القضيه هذه. واش يسرى يعني واش كانوا خلافات عندك مع مشاركين في الكواليس او في البرنامج وطوروا من مورا البرنامج او لا؟ ابدا. بالعكس ملي خرجنا من البروغرام كنا كلنا جروب ديال المشتركين كنخرجوا مع بعضياتنا، كنجلسوا مع بعضياتنا كنهضروا، فجأة كاينين بعض ما نقولش لك بعض انسان واحد، المهم ما غاديش نذكر سميتو، هو دار لي بلوك، مع انه كنا في تركيا كنا مع بعضياتنا كنخرجوا دايرين بلانز زعما شنو وقتاش نتلاقاو كاملين وهذا. فوالا من تما ما عرفتش انا السبب وما بغيتش نعرف صراحه باسكو ما كيهمنيش، صافي هادشي اللي طرا. اما في الكواليس بالعكس كنا كلنا قراب لبعضياتنا، ما عندناش مشاكل مع بعضياتنا. ايضا بزاف ديال الناس انتقدوا في البرنامج يعني جوده التصوير، طريقه اللباس، جاو هاد الانتقادات كوني شفتيهم، فشنو تقدري تقولي لنا عليهم؟ شنو ردك عليهم؟ انا نقدر نقول لك شوفي الديكوراسيون ديال الفيلا ما كانتش هي هذيك، كانت شويه بالاخص ديالنا حنا البنات كان شويه مظلمه، دونك كانوا بزاف د المشتركات كانوا غاضبين على هذا الشيء باسكو بانوا زعما ما بانوش الصوره مزيانه، دونك شويه كان الديكوراسيون لعبت دور في هذا الشيء. وفي الاول ديال البرنامج كانت الكاليتي شويه ناقصه، مي من بعد لاحظت رجعات مزيانه. انا ما كانش عندي مشكل صراحه في هذا الشيء. وبالنسبه للباس كل وحده وكتلبس شنو بغات، كل وحده والستيل ديالها، دونك انا بالنسبه لي داك هو الستيل ديالي، كنت هذاك هو اللباس ديالي، ما كانوش كيتحكموا في اللبس، مي راه كيختاروا معاك بيان سور. فيسرى الى جاتك الفرصه، الى رجع الوقت اللور ويسرى غتشارك في البرنامج، غتعاود تشارك او لا؟ لو كان ما دوزتش هاد الاكسبيريونس ديجا يعني نو نشارك، مي بزاف د الحوايج غادي يتبدلوا الا شاركت، دونك مي دابا تقولي لي زعما رجعي شاركي ولا هذا، نو صافي دوزت اكسبيريونس، تعلمت بزاف د الحوايج، يعني وصلت شويه لذاك الهدف اللي انا بغيت نوصل ليه، دونك صافي كتكون اكسبيريونس داز زوينه ولا خايبه، المهم كتبقى اكسبيريونس. واش ممكن نشوفك في برنامج اخر مثلا، سواء عنده نفس الهدف او لا برنامج مختلف تماما؟
برنامج عنده نفس الهدف لا. برنامج نقدر نقول لك مثلا نقدر التمثيل، البرنامج عنده كونسيبت واحد اخر وي. في الموديلينغ مثلا نقدر نقول لك وي هذاك هو الهدف ديالي انا. اما الحب نو نو سي بون صافي، انا اصلا مشيت قلت لك ما كانش الهدف ديالي هو الحب، دونك صافي وصلت شويه لذاك الهدف ديال الشهره. صافي دونك غنشوف حاجه اخرى، نقلب داكشي اللي انا باغا نوصل ليه. فالنهاية يسرى، واش نقدروا نشوفوا يسرى فائزة ولا غتكون شي مفاجأة أخرى زعما صادمة مثلا بالنسبة للمتتبعين؟ وي ان شاء الله كنقول لهم تسناو، كاينين بزاف د الحوايج ان شاء الله جايين في الطريق غادي يعجبوكم. وانا كندير ما في جهدي انني نبقى يعني اكتيف معاهم ونحط لهم بزاف د الحوايج زوينين، وان شاء الله يا ربي اي حاجه ان شاء الله قريبه. فمن بعد البرنامج يسرى واش يعني جاوك عروض ديال التمثيل اولا ديال الميدان ديالك من بعد البرنامج؟ وي جاني عرض مسلسل في المغرب، ولحد الان حنا باقي كنخدموا عليه على هذا الشيء، دونك داكشي اللي كنقول لكم تسناو، كاينين بزاف د الحوايج جايين. وي ومن غير الخدمه دي شوتينغ وهذا راه ان شاء الله كاين. وي فيسرى يعني انت عندك الشغف والحب ديال التمثيل؟ وي صراحه ملي كنت صغيره كان عزيز عليا التمثيل، كتلقيني بعض المرات فوق قدام المرايه كنبدا نمثل شي سيناريو من عندي، والغناء او ميم طون كيعجبني حتى الغناء كنغني وهذا. دونك مي يعني نقدر نقول لك نقدر نركز فيهم بجوج مره واحده، دونك بوركوا با الا جاتني هادي وهادي راه غادي نديرهم بجوج ان شاء الله يا ربي. فيسرى من بعد التجربة ديالك واش كتشجعي مثلا الشباب مثلا بنت دري انهم يشاركوا في بحال هاد البرامج؟ آه. شوف انا ما كنشجع حتى شي واحد اللي في راسو اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. الا عندهم هدف شهره الله يسهل عليهم، بغاو يمشيو وما او ميم طون يديروا بالهم يعرفوا كيفاش يتصرفوا في البروغرام. باسكو كاين بزاف د الحوايج اللي ما عارفينهمش ما نقدرش نهضر فيهم انا، دونك ما نقدر ننصح حتى شي واحد صراحه والله. بزاف ديال المشاركين شفنا التصريحات ديالهم كيقولوا انه خاص مناعه قويه، خاص الجهد لانه كيكونوا ساعات طويله ديال التصوير، يعني بزاف ديال الاكراهات بحال هكا انت واجهتيهم؟ وي باسكو كنصوروا من تقريبا 9 ديال الصباح حتى كنساليو حتى 3 ديال الليل من غير البريك اللي كيكون فيه نص ساعه الماكس. دونك كاين ستريس، كاين العيا كنعيا وخاصك تفيقي الصباح، الميك اب، اللباس، بزاف د الحوايج. دونك وي كانت اكسبيرينس فيها شويه ديال ستريس، وخاص تكون عندك واحد كيفاش غنقول لك واحد الجهد باش تقدري تكملي داك الشهر اللي ديال التصوير. اذا يسرى كلمه اخيره للناس اللي كيبغيوك واللي يتابعوك وايضا المنتقدين عبر كاميرا لاله مولاتي. دونك كنقول اول حاجه المنتقدين شكرا بزاف على الجهد ديالكم في لي كومونتير السلبيين والاشياء السلبيه ديالكم، باسكو راه كتزيد بيا ماشي كطيح بيا. وكنشكر كاع الناس، كنشكر كاع المتتبعين ديالي من جميع انحاء العالم، المغاربه بيان سور ولاد بلادي وبنات بلادي. شكرا بزاف على الحب ديالكم وعلى التعب ديالكم وعلى كاع الحوايج زوينين اللي كديروهم ليا، كنبغيكم بزاف. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.